انا جالي كمبيوتر هديه من مجهول. لو ما تعرفنيش واول مره تشوفني فانا عمر خالد وبقدم محتوى تقني تحت مسمى جيليت شام. الحكايه بدات يوم الثلاث الموافق 28 اكتوبر 2025 برساله من مجهول بتقول: ازيك يا عمر، عامل ايه؟ انا لسه شايف الفيديو بتاعك اللي كنت بتتكلم فيه عن جهازك الشخصي اللي بتعمل عليه المونتاج وغيره، وكنت حابب اساعدك مساعده أخوية من غير ما تجيب سيرتي، ومش مطلوب منك أي حاجة. باختصار أنا عايز عنوانك عشان أبعت لك هدية صغيرة تروق بيها على السيت اب بتاعك. هي مش حاجة واو يعني، بس هتكون أحسن من السيت اب الحالي، فلو مهتم let me know، عسى تعجبك. بس ايه رايكم في ادائي؟ دحيح حفظت الرساله صم. بعد ما قريت الرساله دي على طول انا دماغي دخلت في حاله ايرور وريستارت مستمره لمده نص ساعه. انا مش فاهم اي حاجه، اللي هو فين ومين وليه وازاي وامتى. بس اللي اعرفه عن الموضوع ده ان هي بتكون شركه عندها صفحه فيها اكتر من مليون بني ادم ومتوثقه، واليوزر نيم شبه الاسم بتاع الصفحه، والدنيا زي بعضيها والدنيا جميله والشركه معروفه، فما فيش خوف ولا قلق. انما انا في حالتي فدخلت على البروفايل بتاعه يمكن الاقي اي حاجه تفيدني ان انا اتاكد ان الدنيا تمام او اي حاجه، يعني فاهم، صبر نفسك. فدخلت ما لقيتش غير اسمه والمدينه اللي هو ساكن فيها دلوقتي وتاريخ انشاء الحساب وعنده كام صديق. مش عايز دي في دي؟ نعم، دي في دي. فبيني وبينك انا ما خدتش البيانات دي على سبيل المصداقيه العاميه، لانه سهل تعمل حساب بربع جنيه وتعمل بيه مصايب زي ما انت عايز. فبقى في جوايا صراع ما بين عقلي وقلبي، على انه عقلي بيقول هو من انت الحدايه بتحدف كتاكيت يا عم، ده تلاقي راجل مصطبح وجاي يطلع استباحته عليا، وقلبي بيقول ايوه كده يا وديع. بس بعد المدعكه دي انا حكمت عليه وقلت يا عم ايه ده كده على نفسك، عشان نشوفوا الدنيا اخرها ايه، بدل ما نلاقوا نفسنا مدين لواحد سفاح عنواننا يجي بالليل يقوم. فكسرت حالة التوتر اللي كنت فيها وبعت له ريكورد انا نفسي مش فاهم ايه العبث اللي انا بعته ده. والمضمون هو، ولنفترض ان انت فعلا بتتكلم جد، اشمعنى انا دونا عن كل الناس اللي موجوده على السوشيال ميديا اخترت ان انت تبعت لهم حاجه؟ في ناس موجوده حرفيا حالتهم متدحضره اكتر مني، ان كان بقى ماديا او فكريا. انا صحيح متكحرت ماديا، بس الحمد لله مدارجنا الفكريه شغاله وقادرين ان احنا ننتج محتوى بسلاسه وليونه وصعوبه شديده جدا. وايش ضمني ان انت انسان حقيقي او ما بعتش لاكتر من حد رساله زي دي، او حتى بتعمل فيا مقلب وعايز انك تاخد عليا لقطه. فكل العبث اللي انت شفته ده كان بيدور في دماغي في نفس اللحظه، وبعت الريكورد زي ما هو وزي ما تيجي بقى. فبعدها بشويه لقيته رد عليا بريكورد. اوبا، لا احنا ما كناش متفقين على كده خالص. فمضمون الريكورد بيقول بص اللي انت فيه ده انا فاهمه كويس جدا. هو الراجل بعت لي ريكورد يعني عشان يطمني، اللي هو ما تخافش احنا تمام. ده طلع مجرم. ولو دخلت على البروفايل هتلاقي ان انا عندي اصدقاء كتير وتاريخ الحساب معمول من سنه جم ما جعتش. فالمهم يعني ان نفس البيانات اللي انا شفتها وما خدتهاش على سبيل المصداقيه العامه هو قالها لي. بس خلينا نكمل للاخر. والراجل بصراحه كان انسان في قمه الذوق والاحترام، وقال لي والله انا شفت الفيديو بتاعك اللي كنت بتتكلم فيه عن السيت اب الكورت ديو، وانا يعني بحكم اني شغال في شركه ليها علاقه بالكمبيوتر، فالمتطلبات اللي هم طالبينها البرامج زي ادوبي متطلبات خزعبليه مقارنه باللي انت شغال بيه. فاللي هو صبح لا وكمان مشغل ويندوز 11، انت جاحد. فهو ما كانش، فهو يعني فاللي انا فخدت لفه في القناه عندك ولقيت ان انت مجتهد وبتعمل محتوى بتساعد بيه الناس ومعلومات مهمه وكده، فقررت ان ادعمك. ولكن بعيدا عن جو الفلوس وكده، فهو كان عامل ابجريد للكمبيوتر تبعه والجهاز القديم موجود محدش بيعمل بيه حاجه. فبدل ما يخش في قصه ان هو يبيعه كده، قال انه يديه لحد محتاجه، والفيديو بتاعي اتعطر قدامه. وفي نهايه الريكورد قال لي والله جرب وكده كده انت مش هتخسر حاجه. فبيني وبينك انا حللتها شويه، انا كده كده مش مستر بيست عشان اخفي عنواني، فيا باشا اتفضل العنوان على طبق من ده. ايه ده؟ بس كده؟ خلينا نجرب مش يمكن تصيب. فبعد ما بعت له العنوان قال لي ان النهارده وبكره اجازه، طبعا لاني رديت عليه يوم الجمعه. الرساله قعدت 4 ايام ما تردش عليها، طبعا بحكم ان اخوكوا بيزبس مان وقطع السمكه وديلها في الشغل وكده. المهم ان كنا الجمعه وصابحين يوم السبت يوم 1/1 افتتاح المتحف المصري الكبير، فمفيش شركات شحن شغاله، والشحن هيتاخر اسبوع عقبال ما يجي لك، لانه هو ساكن في محافظه وانا ساكن في محافظه تانية. المهم ما كدبتش خبر، وعادي يا عم انت كده كده جهازك موجود والدنيا جميله وزي الفل. عدى 10 ايام من بعد ما بعت له العنوان ومفيش اي رساله جاتني ببوليسه الشحن ولا بان الشحنه جايه لك ولا اي حاجه. شوف طلع نصاب، ده خد عنوانك عشان يجي بالليل ويخطفك
فيوم الاثنين من تاني اسبوع اتكلمنا فيه بعت له بحسن نيه بقى عشان تعرفوا ان اخوكم غلبان وعلى نياته جدا. افتكرت ان هو احتاج البي سي لاي سبب من الاسباب وما رضيش ان هو يرد عليا، يعني حرج بقى وبتاع، فاهم انت؟ مش بقول لك انا ضايع. وبعت له قلت له بص، لو انت احتجت الجهاز لاي سبب من الاسباب فانا ما عنديش مشكله، انا كده كده جهازي شغال وزي الفل، فعادي يا باشا. انا عارف ان انت ممكن تكون محرج شويه انك تبعت لي تقول لي اصل انا احتجت الجهاز، فاهم افكار مريضه بقى. فبعد ما بعت له الرساله دي بعدها بيومين لقيته رد عليا واعتذر على التاخير وحكى لي بكل صدق ان هو كان عنده ظرف منعه ان هو يشحن لي الجهاز، زائد ان كل ما يكلم شركة شحن عشان تشحن الجهاز الشركة بترفض. ليه؟ عشان يا صديقي دي اجهزة الكترونية واي حاجة هتحصل فيها هتبقى في وش الشركة، زائد ان شركات الشحن بتتعامل بالذات مع اي حاجة ملزوق عليها قابل للكسر معاملة شويلة البطاطس، ارمي يا باشا وما يهمكش. لغايه ما الحمد لله في شركه شحن قبلت ان هي تشحن الجهاز. طبعا الكلام ده حصل يوم الاربعاء، قال لي ان شاء الله بكره هنزل اودي الجهاز للمكتب بتاع الشركه عشان يشحنوه لك. ما كدبتش خبر، قلت له يا عم عادي ولا يهمك والدنيا تمام مفيش اي مشاكل. تاني يوم على طول كانت الساعه حوالي 4 او 5 مش متذكر بالظبط، بعت لي صوره بوليسه الشحن وقال لي الخبر اللي ما كنتش حابب اسمعه، وهو ان الشحنه مش هتوصلني لباب البيت. ليه بقى يا معلم؟ اصل الشحنه تقيله. طبعا انا مش محتاج اقول لك ان الكيسه دي على بعضها كانت حوالي 10 كيلو، فقلت يا عم عادي ده محن شركات مش حوار يعني، وقلت له مفيش اي مشكله وهيبعتوها على اقرب فرع ليا، فتمام. فطبعا هو شحن الجهاز يوم الخميس، صابحين الجمعه اجازه، يوم السبت فبصيت على عنوانهم في جوجل مابس لقيت ان هم بيفتحوا الساعه 8، فانا كنت حويط ورنيت عليهم الساعه 8 ونص. الو السلام عليكم، فلان الفلاني عايز استفسر عن الشحنه اللي برقم كذا كذا كذا. اه تمام يا فندم، المستلم فلان والراسل فلان. اه تمام مظبوط، لسه ما جاتش. طبعا انا قلقت اللي هو ايه ده، يعني هتكون راحت في حته تانية ولا ايه. بعد ما قفلت معاه شغلت الجمجمه شويه وقلت ما هو طالما عنده بيانات بالشحنه يبقى اكيد هتجيله، شغل دماغك. فبعد ما قفلت مع الموظف بساعه لقيت التليفون بيرن. الو السلام عليكم، عمر خالد معايا؟ مظبوط يا فندم، في طرد جالنا يخص حضرتك تقدر تيجي تستلمه في اي وقت. قفلت معاه من هنا وخدت بعض طيران على الفرع، جبت يا باشا الشحنه وبعت للراجل المحترم وقلت له تمام انا استلمت الدنيا وزي الفل وبس. خدت بعضي وروحت وجيت يا باشا صورت فتحي للكرتونه، بمعنى اخر كنت جاي اتفاجئ انا وانتوا مع بعضينا بقى، فاهم؟ اللي هو انا مش عايز احرق عليا وعليك اللحظه. والامور كانت تمام، شغلت الجهاز اشتغل، ولكن مفيش صوره. الموضوع باختصار ان الجهاز القديم عندي كان شغال بفيجا والشاشه بتشتغل بفيجا ودي في اي. كارت الشاشه اللي في الجهاز الجديد بيشتغل بدي في اي واتش دي ام اي وديسبلاي بورت. طب يا عم عمر ما هو الدي في اي وظبط الدنيا، انا بقرا الكابل ده وحصل لي تجربه أليمة معاه، يعني بقى نشوف لها فيديو لوحدها ولا اي حاجه. المهم اني قلت اريح دماغي واجيب كونفرتر، لان كابل الفيجا اللي عندي عمل كسر سرعه للشاشه، وبدل ما الشاشه اصلا اخرها 60 هرتز على 1650 في 1050 اشتغلت ب 75 هرتز، ففي 15 هرتز جم ببلاش. انا مش غاوي وجع راس. فتاني يوم على طول نزلت كلت مشوار كعب داير، جبت الكابل وكنت عامل حسابي اني اجيب كونفرتر من فئه اي حاجه بتقول الو، نشغل الدنيا ونتفزلك بعدين، تمام؟ وبس. وصل هارداتك، ظبط دنيتك، الجهاز اشتغل والامور زي الفل 100 بعت له قلت له تمام الجهاز شغال وزي الفل ومفيش اي مشاكل. وحاجه نسيت اقولها لكم في جزئيه الشحن، ان الحمد لله الجهاز وصلني سليم ما فيهوش اي مشكله. وبعد كده سطبنا الويندوز والتعريفات والدنيا بقت زي الفل. بس عندي سؤال بسيط، يعني يا جدعان يعني ايه تعريف كارت الشاشه حجمه 1 جيجا؟ انا مش فاهم ده ايه ده. ان شاء الله ده انا كنت ب 100 ميجا بخلي الجهاز بيرقص. كلمتين في غايه الاهميه هقولهم قبل ما نخش على الريفيو. في البدايه انا ما اديتش الراجل المحترم ده اللي وصاني ان ما اجيبش اسمه حقه في الفيديو القصير. احنا بس كنا بنستعرض فتح الكرتونه والتعذيب وكده، ولكن بجد انا عايز اشكرك شكرا جزيلا وعظيما، وشكرا من هنا لبكره وكل ما تتخيله من الشكر. لان انا مهما قعدت اشكر فيك اصلا انا مش هديك 1% من حقك، لان انت عملت فيا جميل لن انساه لك طيل ما حييت.
وربنا يقدرني وارد لك ولو 1% من الجميل ده. وبصراحة انا بدأت احس ان الراجل ده ما بيحبش حد يشكره زيادة عن اللزوم، لان اخر ريكورد بعته له شافه وما ردش عليا. انا طالب منكم طلب اخوي، ان انتوا بصوا اي كومنت تكتبوه ايا كان، تدوا الراجل ده دعوة حلوة بقى، فاهم انت؟ اي حاجة تيجي في نفسك حلوة تقولها عن الراجل ده قول. انا عايزه يخش على الكومنتات بقه ده ينمل من قوة الابتسامة. وعايز اشكر اخواتي واصحابي وحبايبي وعيلتي التانية اللي بيدعموني في اي فيديو بنزله. بسبب دعمكم الرهيب ده، وخصوصا على فيديو انا كسرت حدود الواقع، الفيديو ما كانش هيظهر لحد زي الراجل المحترم ده، وكان هيجيني حاجة زي دي. انا بشكركم جدا، لان انتوا كنتوا احد الاسباب بعد ربنا سبحانه وتعالى على طول في ان حاجة زي كده تكون عندي. وان شاء الله ترقبوا محتوى اقوى الفترة اللي جاية. قريبا باذن الله هنبتدي ان احنا ننزل اكتر من فيديو في الاسبوع، ولاني بدور على افكار تكون كويسه تليق بيكو، لان مش هينفع ان انزل اي حاجه والسلام، ما هو مش مالي فراغات يا صاحبي، انت تستاهل الافضل والافضل. فعشان كده انا بطول ساعات عليكم، زائد اني مسحت كل برامج ادوبي من عندي، ودي هيبقى ليها فيديو لوحدها عشان الموضوع كبير يا صاحبي. فبس دلوقتي اقدر اقول لكم نخش على الريفيو. دلوقتي بقى نخش على الحاجة اللي احنا فاهمين فيها، مالنا احنا ومال القصص دلوقتي. أول حاجة يا سيدي العزيز واللي هنبتدي بيها وهي المعالج هنا، وهو الكوراي 5 8500 العادي. طبعا بروسيسور ب6 أنوية و12 مسار، داعم لتقنية تعدد المسارات أو الهايبر ثريدنج. ومعلومة مهمة نسيت أقولها لك، وهي إن البروسيسور ده بيجي بتردد 3 جيجا هرتز، ومع كسر السرعة بيوصل ل 4.1 جيجا هرتز. ونيجي لكارت الشاشة، وهو الجي تي اكس 960 نسخة 2 جيجا في رام من جيجا بايت. اعذرني ان انا مش بتكلم عن الحاجه بالتفصيل، لان كده كده كل القطع دي ليها مراجعات، وعشان الموضوع ممكن يمط مننا قوي. نخش بقى على الحلويات، الحاجات اللي ابهرتني جدا في الجهاز ده، وهنبتدي بالبورده. لو انت مذاكر هاردوير كويس فانت هتعرف ان في 2018 معالجات الجيل الثامن لما نزلت ما نزلش بوردات اتش ولا بي، فكنت مضطر ان انت تجيب بورده من الفئه العليا، وهي الزد 370 اورس الترا جيمنج. ما شاء الله تبارك الله. وطبعا انا مش محتاج اتكلم عن البورده دي، لان هي كده كده بتتكلم عن نفسها، مفيش اي بخل في اي حاجه. وتاني حاجه ابهرتني في الجهاز وهي الرامات هنا هم كت رامات من كروشال، وهم البيلستكس دي دي ار 4 بسرعه 2400 ميجا ترانسفير بسعه 24 جيجا رام. ما شاء الله، واحدة 16 والتانية 8. افتر افكت لو كان موجود على الجهاز كان هيزغرط. والتبريد اللي هنا هو اير كولر من شركة كرايورينج، وهو ال H7. اتمنى ان يكون نطقت اسم الشركة صح. وكل المراوح اللي موجودة في الكيس هنا بحجم 120 ملي. وطالما عندنا قطعة زي دي، فاحنا بحسبة الفهلوة كده محتاجين لنا ما لا يقل عن 300 ل 350 واط، لان البروسيسور بيسحب 65 واط والكارت بيسحب 130 واط. فالباور سبلاي اللي موجود هنا وهو من رابتور، وهو 500 واط. وطالما معانا بوردة ضخمة زي الزد 370 فلازم كيس تشيل البوردة دي اساسا. والكيس اللي موجودة هنا وهي الكولر ماستر سي ام بي 500. وانا مبسوط جدا ان كيس زي دي هي اللي كانت بتحتوي على القطع لسبب واحد فقط وبس. فاتمنى ان مالك الجهاز السابق ما يشتمنيش بعد ما يشوف الفيديو ده. فما تنساش بقى انك تنزل تعمل لايك، تعمل شير، تعمل سبسكرايب عشان تشوف كل الفيديوهات اللي هتنزل بعد كده. ولو انت بتشوفنا على فيسبوك فانت لازم صعب ان انت تعمل فولو، وافتكر انا بعتبرك كاخ ليا طالما انت بتكمل فيديوهاتي للاخر. وي جايو.